الجزائر دولة بحجم قارة، 60 سنة من الاستقلال، اللي مازال توجور تلفت لها. حكمها شحال من واحد، سيو فيها شحال من نظام اقتصادي، من الاقتصاد تاعها عمره ما لقى الخلطة سحرية. الشعب مازال يعاني. 23 سنه نبيع فيه لي بافات في الطريق. شكون هاد 1.5 مليون شاهد بشعبها كيما يقول لك يتميزر هكا. وزراء وحكومات بزاف جاو وراحوا، من المشاكل الاقتصادية قعدوا. ياك البترول طلع نورمالمون رانا غاية دروك. قفزت أسعار النفط العالمية بشكل مفاجئ. ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ 14 عاما. شراه يدير تبون يكره يريكيبيري في الدراهم. يقارب 20 مليار دولار، يعني ما يساوي 20 مليار دولار. هذه رجعناها. وين راهم يروحوا هاد الدراهم؟ اسكو راه يدير في خدمة مليحة ولا راهم دخلنا في حيط؟ منذ 30 أو 40 سنة لا تتجاوز الجزائر مداخل تفوق 1.7 مليار 800 مليون دولار خارج المحروقات. في سنة 2022 وصلنا إلى ما يقارب رقم 7 ملايير، ونطمح في هذه سنة 2023 إلى 13 مليار دولار، وتكون العجلة قد انطلقت. عادت الطوابير الطويلة إلى شوارع مدن عديدة لتصطف جموع المواطنين يوميا أمام المحلات لساعات طويلة في انتظار وصول شاحنة الحليب من أجل الظفر بكيس أو كيسين. أكبر بلد أفريقي مساحة، أكثر من نصف سكانه شباب تحت 30، يملك ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في أفريقيا من بين 20 بلداً من كبار مصدري النفط على مستوى العالم، إضافة إلى موارد أخرى مثل خام الحديد والفوسفات واليورانيوم والرصاص وإمكانيات سياحية طبيعية. تبدو هذه مقادير وصفة موفقة لبناء اقتصاد قوي، غير أن الواقع يكشف عن صورة أخرى: خدمات عامة متردية وتنمية لا تصل إلى جميع المناطق، إقبال على الهجرة، وتقارير تشير إلى أن ربع الجزائريين تحت خط الفقر، معدل بطالة بلغ 11.7%، وأصوات شعبية ناقمة على الأوضاع. ما نلقاش بطرة نتاع الماء، يامس والله حتى جابوا لي الأولاد 5 صرات من الحانوت شربتهم. هنا بأقصى مشاة ولاية أم البواقي ببلدية الجازية أزمة عطش تضرب السكان منذ سنوات، وفي ظل الأزمة الراهنة يناشد سكان المشاة السلطات العليا التدخل للقضاء على معاناتهم والتي طالت مدتها. أمين ما شربناش الماء وإحنا هذا الثالثة، ما كانش قطرة نتاع الماء لهنا هاك تشوف بالسيتيرنات ونشتريو 5 مشاتة ولا 10. وجاو بعثوا خبراء راحوا شافوا البير، داروا عليه لونكيت، كي شافوه هرب راحوا بعثوا لنا هذا المشروع. هذا نهار اللي جا المشروع هذا هنا لبلدية الجازية ناضوا لنا المعارضين من البساتين، واحد 5 من الناس ولا 6، وماهوش معترضين. كل ما كانش اللي يعترض على الماء باش الناس تشرب. حنا 5 مشاتي، حنا راهي عندنا عامين ضرب، غير شهر بالتدقيق رانا نعانيو من العطش. اليوم الجزائر فيه نهضة اقتصادية تمشي بوتيرة سريعة جدا، لأن تداركا لما فاتنا من وقت وما فاتنا من فرص استثمار وتبادل استثماري مع أصدقائنا ومع إفريقيا ومع البحر الأبيض المتوسط. ولذا فحاليا فيه ما يقارب 1450 مشروع صناعي في قيد الإنجاز.
في سنة 2022 وصلنا إلى ما يقارب رقم 7 ملايير، ونطمح في هذه سنة 2023 إلى 13 مليار دولار، وتكون العجلة قد انطلقت. شراه يدير تبون يكره يريكيبيري في الدراهم، يقارب 20 مليار دولار، يعني ما يساوي 20 مليار دولار. هذه رجعناها. وين راهم يروحوا هاد الدراهم؟ اسكو راه يدير في خدمه مليحه ولا راهم دخلنا في حيط؟